للإعدام. نعم نعم للحرية. الريقة حزب خذها، الريقة السياسة تأخذها بقى خدمتك بكت. بيان إلى الرأي العام والحكومة العراقية ومنظمات حقوق الإنسان. نحن طلاب سنجار ندين ونستنكر القرار الذي صدر من محكمة جنايات نينوى بحق 4 من أصدقائنا الذين كانوا معروفين بصدقهم وأخلاقهم العالية، وكانوا من الطلبة الجيدين علميا وثقافيا، فأعيدوا لنا زملائنا فلا حياة من دونهم. شعلان، فاروق، أحمد، سعيد، هؤلاء بريئين مسالمين طيبين، وكل الطلبة والمعلمين والمدرسين في سنجار يشهدون على ذلك. هؤلاء الشباب حملوا أقلامهم وسلكوا درب العلم والمعرفة لبناء مدينتهم وتقدم مجتمعهم، ولا وجود للعنف في عالمهم، بل كانوا عنوانا للسلام والأخلاق والتربية الحسنة. نحن طلاب قضاء سنجار نجتمع اليوم بقلب واحد ويد واحد ونقول بصوت واحد: نعم للعدالة والقانون، وكلا للعنف وللقتل. الجمال والبراءة، فلندرس ونعيش مرة أخرى مع زملائنا لكي نبني مدينتنا وبلدنا باسم العلم، باسم الإنسانية. نناشد الحكومة العراقية ومنظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمير الحي بالتدخل الفوري وإعادة النظر إلى القضية وإحقاق العدالة العادلة، لكي لا نفقد ثقتنا بوطننا وقوانينه، ولا نفقد إيماننا بالعراق وقضائه، ولا نتراجع عن أهدافنا المرسومة من أجله، ولا تحطم أحلامنا. طلاب قضاء سنجار وأطرافها، سنة 2021، الشهر الرابع 28. شكراً.